السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل كلامنا إن شاء الله عن زراعة محصول البطاطس. وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأراضي المناسبة لزراعة البطاطس ومواعيد الزراعة وإزاي تجهز الأرض للزراعة وكمية التقاوي الفدان وطرق الزراعة. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن عمليات الخدمة لمحصول البطاطس. بس في البداية لو بتشوف القناة لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الزراعية اللي بتنزل على القناة. أول حاجة معانا من عمليات الخدمة لمحصول البطاطس الري، ويعتبر محصول البطاطس من المحاصيل الحساسة للرطوبة الأرضية سواء بالزيادة أو النقص، خاصة أثناء فترات النمو الحرجة للنبات. والرطوبة من أهم العوامل اللي بتأثر على كمية وجودة الدرنات الناتجة، وخاصة إن 80% من وزن الدرنة عبارة عن مية. عشان كده يجب ألا تقل نسبة الرطوبة الأرضية عن 70% من السعة الحقلية. مع العلم ان نبات البطاطس بيمر خلال فترة حياته بعدة مراحل، واكبر هذه المراحل تأثير واكثرها حساسية لنقص الرطوبة الارضية هي مرحلة صب وتكوين الدرنات الجديدة، ثم مرحلة كبر حجم هذه الدرنات. ونقص الرطوبة الارضية في هذه المرحلة هيسبب نقص كمية المحصول، وكمان صغر حجم الدرنات الناتجة وقلة عددها. وبتيجي المرحلة دي بعد مرور حوالي 6 أسابيع أو 8 أسابيع في العروة الصيفية، وبعد 5 أو 6 أسابيع في العروة النيلية. وأقل هذه الفترات تأثرا بنقص الرطوبة الأرضية هي مرحلة الإنبات، وكمان مرحلة اصفرار المجموع الخضري. وعشان كده يجب مراعاة عدم تعرض النباتات لزيادة الرطوبة الأرضية خلال هذه الفترة، عشان ما يحصلش تعفن جذور في مرحلة الإنبات أو تلف جزء كبير من المحصول في المراحل المتقدمة. وكمان لازم تكون عارف ان العروة الصيفية بتحتاج لعدد كبير من الريات، قد يصل الى 10 او 12 ري. اما العروة النيلية والمحيرة فبتحتاج الى عدد اقل حوالي 6 او 8 ريات. وبتكون الرية الاولى بعد الزراعة في 18 او 21 يوم، وبعد كده تروي بانتظام حسب الظروف الجوية ونوع التربة ومراحل نمو النبات. وكمان وجد ان تعرض النباتات للجفاف او الرطوبة الزائدة او عدم انتظام الري هيؤدي إلى ظهور العيوب الفسيولوجية. وعشان نتغلب على ظاهرة العيوب والأضرار، وجد أن الري الخفيف المتقارب أفضل من الري الغزير على فترات متباعدة، ويكون الري في الصباح الباكر أو وقت الغروب، وخاصة في العروة الصيفية. أما الري في الأراضي الرملية لو كان الري بالرش أو بالتنقيط هتدي ريات خفيفة ومتقاربة كل 2 أو 3 أيام، مع مراعاة طبيعة الأرض ودرجة الحرارة وطبيعة الصنف المنزرع، مبكر النضج ولا متأخر، وموسم الزراعة. في كل الأحوال يفضل أن الري يكون خفيف وعلى فترات متقاربة عشان نحافظ على الرطوبة الأرضية بشكل دائم. وكمان مع مراعاة تحليل مية الري بحيث ما تزيدش درجة ملوحتها عن 750 جزء في المليون. ولازم نوقف الري قبل الحصاد بحوالي 5 أيام عشان نحصل على إنتاج جيد وجودة عالية. وتاني حاجة معانا من عمليات الخدمة لمحصول البطاطس العزيج، وبتحتاج البطاطس من 2 ل 3 عزجات خلال فترة نموها. وتكون العزجة الأولى بعد اكتمال الإنبات وظهور حوالي من 80 ل 90% من النباتات فوق سطح التربة، ويكون بعد الزراعة ب6 أو 8 أسابيع، وبتكون سطحية مع تسليك الخطوط وإزالة الحشائش. أما العزجة التانية فبتكون بعد الأولى بحوالي 2 أو 3، وبتكون أكثر عمقا، وبيتم فيها رفع التراب حول النبات من الجانبين لتغطية الدرنات المتكونة وتهيئة مهد جيد لنموها، بحيث تكون النباتات في منتصف الخط تماما. وده هيؤدي إلى وقاية الدرنات من الإصابة بلفحة الشمس والإغضرار وفراشة درنات البطاطس اللي هي سوسة البطاطس، خاصة في العروة الصيفية. أما العزجة التالتة فبتكون اضطرارية لو احتاجت النباتات لها، فبتكون على غرر العزجة التانية، لأن كثرة المرور في أرض البطاطس بيؤدي إلى تكسير الأفرع والأوراق ونقل الأمراض، ده غير انضغاط التربة، وطبعا هيأثر على المحصول وجودته.